السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم معايا في قناتكم الوجدية ام وسيم، ومرحبا بكم معايا كذلك في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة عن بريوش اللي كيجي اكثر من رائع، اقتصادي ببيضة واحدة فقط. ممكن اننا نوجدوه لوليداتنا للكوتي للمدرسة. بلا ما نطول عليكم دوزو للمقادير مع الطريقة. اول حاجة غادي نحتاج هنايا 2 كيسان ديال العنبة ديال الماء اللي يكون دافي، ماشي سخون بزاف البنات ولكن غير دافي. نعبرو هنايا بكاس العنبه. خويت 2 كيسان هنايا كما كتشوفوا معايا ما دافي. غادي نضيف كذلك هنايا معلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز. بطبيعه الحال دركا راه البرد، يعني الا كان الصيف غادي نديروه معلقه صغيره، دركا كاين البرد. درت هنا 4 المعالق كبار ديال سكر سنيده. كما كنعرفوا ان هذا البريوش هذا كيبغي الحلاوه شويه، ممكن انكم تنقصوا الا ما بغيتوش يجي حلو، ولكن هاد هاد 4 المعالق كيجيو هما هادوك. درت واحد الساشي فاني وغادي نخلط الكل مع بعضياته. هنايا غادي نضيف له واحد الياغورت. البنات هنايا ديروا اما ديال الفاني ولا ياغورت طبيعي. نعاودو نخلطوا الكل مزيان مزيان. الطريقه ديالو سهله واقتصادي جدا وكيعطينا واحد الكميه وكيعجب وليداتنا بزاف. هنايا درت واحد الكاس الا ربع ديال زيت المائده، ولا بغيتو تعبروا بداك القوطي ديال دانون غادي ديروا واحد. وهنايا غادي نضيف الكاس الاول ديال الفرينه. بطبيعه الحال هنايا الكاس ديال العنبه اللي كنعبر به كما كتشوفوا معايا، وغادي نضيف معاه واحد الساشي ديال خميره الحلويات بيكين باودر. انا ضفت هنا معلقه صغيره عندي هذه ديال العبار. المهم نتوما غادي ديروا وحده من فئه 8 غرام هكاك. غادي ندير واحد الملعقه صغيره ممسوحه ديال الملحه، ماشي عامره البنات وانما غير شويه، يعني غير ممسوحه باش تعادل لينا الذوق ديال الحلاوه. كما شفتوا درت الكاس الاول. غادي نضيف عاد هاد بيضه وحده تكون بحراره المطبخ، وغادي نخلط كل شيء مع بعضياته. ساهله البنات، سهل زوين بزاف، بلا ما غادي تبقاي تدلكي وتعجني. كل شيء غير بالضرب اليدوي غادي ديريه، وممكن انكم ديروه حتى في العجانه في الساعه كيوجد، ولا في الطياب ديالو سهل في طريقه التحضير في كل شيء، وكيجي زوين واعر كيحمقوا عليه الوليدات. بهذه الطريقه اللي غادي نديروه اليوم ان شاء الله كيحمقوا عليه. انا ولدي لا درت له بريوش غير عادي راه ما يبغيش، ولكن بهذه الطريقه كيعجبو. هنايا معلقه كبيره ديال الخل باش يعطينا ديك الخفه. البريوش ديالنا كيجينا خفيف. وحتى هذاك البنات من الاحسن ديروا دانون ديال ياغورت طبيعي، دانون مسوس كيما نقولوا، كيعطيه واحد الخفه رائعه كيجي واعر. ضفت الكاس الثاني. هنا غادي نبقى نعبر معكم بالكيسان حتى تشوفوا الكميه اللي هزت لي هاد العجينه هذه. كل ما تضيفوا كاس تخلطوا مزيان، لانه النوعيه ديال الدقيق كتختلف. بصراحه انا كندير واحد الفرينه كنعجن بها الخبز، ندير بها الحلوه، كتصدق لي زوينه بزاف. راني خليتها في الفيديو اللي قبل من هذا، في الفيديو ديال التقضيه اللي بغات تشوفوا. ضفت الكاس الثالث، وغادي نضيف كذلك الكاس الرابع. هزت لي 4 ديال الكيسان ونص. مهم تبقى النوعيه على حسب الدقيق كما قلت لكم. بقاو نتوما كتخلطوا وانتوما عينكم ميزانكم. هانتوما غادي تشوفوا القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه. غنخلط مزيان مزيان غير بهذا بالضرب اليدوي كما شفتوا. ها نتوما خاصكم تحصلوا على هذا القوام هذا، ما يكونش جاري وما يكونش عاوتاني ثقيل بزاف. هنايا جبت هاد لي مول ديال ميني طارت.
اللي دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالفرينه. وغادي نبدا نخوي فيهم 2 معالق بهذا النوع ديال السبوله كما كتشوفوا، 2 معالق في كل مول. يعني غادي نخليو لهم المجال فين يخمروا. هانتوما شفتوا من بعد ما درت هادو كان عندي 10 وتبقات لي هاد الكميه هذه، غادي نديرها في هاد المول صغير حتى هو اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق بالفرينه. في هاد الاثناء انايا درت الفران ديالي سخن، شعلته على 180 درجه. هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش الديكور اللي غادي نديرو لهم حتى تقادوا لهم الوجه ديالهم مزيان، يعني يجيو بشكل متساوي، ما تجيش جهه عاليه وجهه هاوده. صافي هنايا غادي نشد واحد بيضه كامله اللي دزت معاها واحد القطرات ديال الخل وواحد شويه ديال الحليب، خلطتها مزيان وغادي نبقى ندهنها من على الوجه غير بشويه، غير من الفوق البنات دهنوهم باش يجي داك اللون الذهبي. هنايا درت واحد وهنا وجدت كريمه ديال الكاسترد ولا الكريم باتيسير. درت كاس ديال الحليب، كاس كبير مع 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير، ودرت 2 معالق ديال سكر سنيده وواحد ساشي فاني، خلطتهم مزيان حتى عقادوا وخليتهم بردوا شويه ودرتهم في هاد البلاستيكه هذه وتقبتها. وغادي نبدا من بعد ما دهنت بداك البيض غادي نبدا ندير خطوط. الصراحه انايا هنايا تقبت الميكا بزاف، حاولوا انكم نتوما تقبوها غير واحد شويه باش تزوقوا بها كيف ما بغيتوا. وصافي غادي نبدا نزوق هنايا من الفوق الشكل اللي بغيتوا نتوما على حسب الذوق ديالكم. هانتوما بقاو معايا وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش. هانتوما كتشوفوا معايا هاد الشكل الثاني درت له خطوط بحال هكذا. ممكن كما قلت لكم التزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم، ولكن عرفتوا البنات هاد لا كريم هذه كتعطيهم واحد المذاق اكثر من رائع، وحتى الوليدات كيبغيوه بزاف بزاف. يعني هكذاك بريوش عادي ما غاديش يبغيوه لكم، اما بهاد الطريقه هذه حتى لينا حنا الكبار راه كيجي زوين ديروا هكذا للكوتي ديالكم، راه كيجي رائع. هنايا هاد الشكل هذا درت له هنايا هاد حبيبات الشوكولا ديال كوكيز. ممكن انكم ديروا نتوما اللي بغيتوا، اللي متوفر عندكم غادي ديروه. ممكن انكم ديروا كاوكاو كونكاسي اللي عجبكم، اللوز ايفيلي، فواكه معسله ولا جافه ولا اللي بغيتوا نتوما. هنايا غادي ندير هادو الكونفيتير ديال المشماش اللي درت انا، ولكن عرفتوا البنات هادو ديال الكونفيتير في الصراحه والله الا كيجيو واعرين وكيجي عطيهم واحد اللون وحتى المذاق ديالو كيجي رائع. وحتى هما غادي ندير فوق منهم هذيك الكريمه. بصراحه انايا كثرت الكريمه كتعجبني، انا براسي كتعجبني. وصافي غير بهذا الشكل هذا. وغادي باقي لي هذيك الكبيره غادي حتى هي ندير لها هاد الكريمه هذه. كنتمنى البنات اللي مازال ما ابونياش في القناه تابونا وتفعل زر الجرس باش توصل بكل جديد ديالي من وصفات اللي هي متنوعه ومفيده ومجربه. واللي مشتركين ما تبخلوش عليا باللايكات البنات باش تعم الفائده للجميع ونتعاونوا مع بعضياتنا. صافي من بعد ما درت هاد الكريم فوق هاد البريوش الكبير اللي بقى لي هنايا غادي ندير فوق منه الزبيب. يعني على حسبكم نتوما واش كتبغيو ولا على حسب وليداتكم واش كيفضلوا. وغادي ندير عاود واحد حبيبات ديال الشوكولا ديال الكوكيز، وممكن حتى داك الكونفيتير ديال المشماش تزيدوه هنايا مع هاد الكريمه هذه كيجي راقي واكثر من رائع. صافي دخلتهم الفران طابوا على 180 درجه. واخا هما واجدين معايا، شتو معايا واخا التصوير عندي شويه ناقص ما كيعطيش حق الحاجه حقها، كيجيو رائعين البنات، كيجيو رطبين هشاش كيذوبوا ذوبان وكيجيو لذاذ بزاف بزاف وكلشي كيحماق عليهم، راه ماشي غير الصغار حتى الكبار كيعجبوه. ممكن انكم ديروهم
ديروا من الكوتي ديالكم ولا فطور. شوفوا هذه شحال جات هشه رطبه وخفيفه، صراحه كيجيو رائعين بزاف. كنتمنى البنات ان هاد الوصفه ديالي تنال اعجابكم، وما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم ولي كومونتير. خليتكم على خير.